ليه لازم تاكل توم؟ لو انت اول مرة تتفرج على سلسلة ليه لازم تاكل، دي سلسلة بتكلم فيها على الخضروات والفاكهة اللي ممكن يكون فيها حاجات مفيدة ليك جدا، وهقول لك ليه. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك واعمل لايك وكمل الفيديو. على الرغم من ريحته النفاذة، ريحته الفظيعة اللي بتفضل معاك اليوم كله، التوم ده علاج. ولكن على الرغم من كل حاجة، أي حاجة هتكلم عنها النهاردة ده مكمل غذائي مش علاج أو دواء. الأدوية موجودة في الصيدلية والدكاترة بتكتبها، دي كلها مكملات غذائية. التوم ذكر كتير جدا في البرديات بتاعة الفراعنة أو المصريين القدماء، لأن هو كان بيستخدم كمقوي عام، كمضاد للفيروسات، وكان بيستخدم في الروتين اليومي بتاع الفراعنه، وبالذات للعمال اللي كانوا بيشتغلوا في مشاريع ضخمه. يعني ما حدش يعرف ان هم مثلا كانوا بياخدوه وقت بناء الاهرامات، ولكن معظم العمال كان مكتوب في البرديات ان هم بياخدوا توم. اللي انت يمكن ما تعرفوش ان برضه في الحرب العالميه كان بيستخدم التوم كمطهر، يعني اي اصابات او جروح كان بيتحط عليها التوم كمطهر عام، لان هو في مركبات كبريتيه بتستخدم كمضاد للبكتيريا. عامه دلوقتي في مطهر مش محتاج تحط توم على الجروح، الكلام ده كله عشان تعرف الحاجه في سياقها التاريخي. اول فايده هي فايده المناعه. في دراسه كبيره في ادفانسز ثيرابي انتشرت بتتكلم على دراسه حصلت على بعض الناس ليشوفوا تاثير التوم على المناعه. في الدراسه دي جابوا مجموعه من الناس قبل ما يجي فصل الشتاء، مجموعه بدات تاخد توم ومجموعه بدات ما تاخدش توم. المجموعه اللي بدات تاخد توم ما جالهاش برد بسهوله، واللي جاله البرد قعد من يوم ل5 ايام وخف بسرعه. الناس اللي ما خدتش توم جالها برد وكان بيقعد لمدد اطول. والسر هو مركب اسمه الاليسين. الاليسين ده مركب بيتكون بعد هرس التوم، وهنرجع لموضوع هرس التوم ده في الاخر، مهم جدا، خليك معايا. الاليسين مركب نشط، وده بيساعد الجسم على مكافحة كتير جدا من الميكروبات والفيروسات، وهو جزء من منظومة المناعة اللي موجودة عندك في الجسم. تاني فايدة هي ضغط الدم. التوم بيساعد على تقليل ضغط الدم، وده بناء على ابحاث كتيره جدا اتكلمت في الموضوع ده، ولكن مش بديل للادويه لو انت مريض ضغط. لكن عموما هو بيساعد على تقليل ضغط الدم، وده مثبت بابحاث كتيره جدا. حاجه تانية التوم بيعملها ان هو بيقلل الكوليسترول، يعني المواسير اللي مسدوده عندك في الجسم من اللي فيها كوليسترول قافل على الدم، بيقلل الكوليسترول يمكن بنسبه 10%. ولكن برضه مش بديل لو انت عندك كوليسترول. مش بقول لك روح خد توم ووقف الادويه. وفي دراسه اتعملت على عمال في مصنع بطاريات، ده بيقول لك برضه ان التوم فعليا بيقلل المعادن التقيله في الجسم. الناس اللي شغاله في مصنع البطاريات ديت بدات مجموعه منهم تاخد التوم، واكتشفوا ان قلل الليد عندهم او الرصاص في دمهم بنسبه 10% ل 15%، ودي نتيجه رائعه جدا بالنسبه للتوم. وبرضه قلل اعراض زي الصداع الناتج على الرصاص في الجسم. لو هتاخد معلومة واحدة من الفيديو ده فهي معلومة ال10 دقايق. الاليسين اللي كنا بنتكلم عنه، المادة الكيميائية دي المفيدة لجسمك، مش موجودة في الطبيعي في التوم. التوم لازم تهرسه وتسيبه يقعد في الهواء 10 دقايق قبل ما تستخدمه في الطبخ او في الاكل او في السلطة او ايا كان. المادة دي مش بتتكون غير لما تهرسه وتسيبه في الهواء 10 دقايق وبعدين تستخدمه في الطبخ. بالنسبة بقى لموضوع الريحة، بعد ما تاكل توم يبقى كل بقدونس او تفاح، ده كيميائيا بيقلل الريحة بتاعة التوم. اتمنى يكون الفيديو ده ساعدكم. لو الفيديو ساعدكم اعمل لي لايك وشير للفيديو، وانشره بين صحابك عشان يستفادوا وياكلوا توم ويبقوا زي الفل.